اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم اخواننا ومتابعينا الغوالي. طبعا اليوم احنا بضيافه ابو كياك. حياك الله مولاي شرف. ربي يوفقك ويحفظك وان شاء الله بيت العامر وطبة خير. رحم الله والديك. طبعا ابو كياك اللي هو تعرفونه يعني يحب وخبير، مو بس يحب الروماني والحبري والبيتنجاني ومن اللي يعرف الطبقات مالتها وكذا. طبعا وتعرفون انا تعليم اسرار الحمام، انا احب هاي الاصناف المستورده ودائما نشرح عن هاي الاصناف المستورده. اليوم احنا طبعا هو صديقنا واخونا، مو بس صديق اخونا، فقنعناه يجني او يقتني من هاي الطيور وجبنا له مجموعه من افضل انواع، يعني مجموعه جميله من حمامنا. اي شيء اي سؤال تريد تساله احنا بخدمتك، لان تعرف هذا اول تعرفون يعني مثل ما تشاهدون او يمكن شايفين قناته. راح اخلي لكم الرابط بالوصف اذا تريد واحد يزور قناته عن الخلطات، عن الامراض، عن الرماني، عن البيتنجاني، شلون نطلع هاي الخلطات والخلطات الحلوه او التهجين او يعني اشتري يسموها ما اعرف، بس انا بالنسبه لي نقول خلطه والخلطه الالوان وكذا على كله. فاليوم احنا وحلقتنا اليوم شلون نريد اللي يساله احنا نجاوب اي سؤال، وهذه الاسئله شيء احتياط راح تفيدكم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول خير الناس من نفع الناس. احنا ما نضرب اي سر ما نضرب عليه. شنو اللي ببالك اي سؤال؟ سيدنا احنا نريد نعرف شلون الطير السخي الجيد من طبعا قبل البدء وقبل الكض اي طير راح طبعا اللي تجيبه من سخي نفسه من جولدري سخي وتجيبه هنا هاي بعد ما بيها مجال، لكن احنا جاي نقتنيه من ايد الايد من جناي شيء اعتيادي. هو راح تختلف بالاجواء وتختلف بالرسوس. لان هنا أنا شلون اعرفه هذا الرس داخل عليه ما داخل عليه، جيد او مو جيد؟ هذا سؤال كلش حلو جميل. طبعا انا راح شو اسوي؟ راح اطلع لك طير او اشرح لك مثلا. اطلع لك وين النسبه اللهم صل على محمد وآل محمد. اخوان يعني صلوا على محمد وآل محمد. غاليه بعناها لاخونا، وخلي يكون الصلاه على محمد وآل محمد. شوف هسه هاي طيره شلون اريد اعرفها هل ملعوب برسها لو ما ملعوب برسها، او داخله دماء عليها ولا ما داخله دماء عليها. هو انا شيء احتياطي شيء اقول له هاي احسن الطيور وكذا، لان هاي مالتي وارد امشيها نقول. بس هو المفروض انت من تريد تشتري لك من وقفه او من سوق او من شخص شو تسوي؟ اول ما تجي لعظمه الصدر، او هاي طبعا من المهمات جدا اخوان. طبعا هي تعليم اسرار الحمام، لازم نعطيكم كل اسرار الحمام. تجون لعظمه الصدر هاي اول شيء بارزه. طبعا طيره هاي دايه لا طايره من هي فرخه لحد من هي فرخه وفرخت، طيره ما طايره. شوفوا بها لحمه بس، لكن تصير اول شيء عظمه الصدر بارزه، ومثل ما تشوفون شلون عظمه الصدر تقدر اخونا المصور يقربها. ثاني شيء عظمه الصدر تصير من 4 الى فوق، مو جوا. كون من اكل عظمه الصدر منها واللي جاي شوف عندي 4 وبيها وانا سابع يعني ما شاء الله تمام. هذا شلون؟ وبيها شويه شوف هسه هاي، شوف هاي السبعه وين هاي عظمه الصدر بدايته وهاي نهايته وهاي زايد. هاي شوف المواصفات، عظمه الصدر بارزه. الصدر شو يصير عظمته تصير من 4 الى فوق، 4 متوسط. يصير كل ما يصير فوق عظمه الصدر اعلى اطول تصير شنو؟ تصير افضل. ثانيا الجور احنا نسميه عواقير باللهجه العراقيه، يصير قافل ما تصير فتحه. هسه هاي طيره وبيضه وفقسه وكذا، لازم شنو؟ شوف شلون جورها شلون قافل، كأنه ما بيضه بحياته. لازم جورها قافل والعظمه والهاي. ترجع كماليات راح اسوي هاي الشغلات رسميه اللي قلت لك بيها. اكو التيدي طبعا اكو من يمه العينه صافيه
بيضة، واكو من يمه لا العين بيها اندثار بيه حمار نثر، مو طوق. اذا تلقى طوق يعني هاي كراس يعني طاب على دمه، بس اذا تلقى الحمار مالته نثر لا تقول ها شنو هذا الحمار بيه، لا ابوي هذا هو تيدي، لان هو عباره عن كراس، يعرفونه بالحلقات القادمه. لا اذا عين صافيه جيد، واذا عين بيها نثر هم جيد ماكو كل اشكال، بس اذا تلقى طوق حمار لا يختلف. نرجع للعين، احنا حاكينها بغير يعني حلقات. لازم يصير منقاره اسود وجبر، يعني ضعيف بيطول، ما يصير اشهب منقار. والدلعه هاي طبعا مو من الكماليات، مو من الضروريات. الطير شو يصير؟ طبعا لو فحل يصير ابرز. قلنا لازم شو يصير؟ عظمه الصدر يصير عريض ويصير انسيابي. شوف الانسيابيه مالته يصير مثل السفينه. الكماليات مثلا اذا افتح هاي هيك ريشه واحده، هسه هاي من الكماليات مو من الضروريات. هسه هيك هسه هاي حلو تمام، اذا فرش اكو تفرش ذيله بس لكن هو يطير، هاي كماليه. فرشه الذيل كماليه انا ما اخذ بيه، بس اخذ اهم شيء برزه هذا الصدر والاربعه وفما فوق والجور القافل اذا كان بالكراس وإذا كان بمن بالبيور. فهن ذني المواصفات هاي ما شاء الله. طبعا نشوف طير ثاني الاقل اللي هسه هذا عرفنا يعني طير امكانيه. هسه انا مو كل الطيور به امكانيه، اكو طير ماكو امكانيه، راح اطلع لك طير مو امكانيه. تمام. طبعا هاي طيره هم سخي ونقشتها حلوه، ترجع شوف ريشه واحده. لكن ارجع هاي للكماليات وعينها حلوه. ارجع للاساسيات. المهم الاساسي اول ما اجي على المنقار شو القى بيه؟ القى بيه شهاب ابيض. معناته شنو؟ معناته داخل على رسها هاي الطيره، ما باقي على رسها الاصلي من جوردري سخي اللي اجت بيه، داخل على دماغها. زين هسه داخل على دماغها مثلا مأثر عليها، هي الاداء بالميدان هي اللي يحدد. ارجع للاساسيات، القى بروز العظمه حلو مالتها زين. ارجع للاربع اصابع، هاي ايش قد؟ هاي 3 اصابع. شوف اصبع كامل. هسه شوف هسه هاي طالعه 3 اصابع عدل، هاي 3 اصابع. اجي للجار مالها، شوف الجار مالها شلون مفتوح، هذا الجار مالها شلون مفتح. خاف هاي طياره مفتوح وكذا راح كذا مفتحت مستوى اقل من هاي المستويات. انا من اقول له هذا مستوى صحيح، هذا مستوى غير صحيح، ما نغش العالم. ليش؟ لان اخونا وجاس، ومو لان اخونا وصديقنا، لا والله ما نغش اي واحد، لان مو ثوبنا الغش. هذا بيها دماء داخله عليها دماء. هسه هنا ان شاء الله تطلع طياره ان شاء الله بعد ادائها بالميدان هو يثبت عكس كلامنا. هو اللي تطلع هاي وهاي معلومه لا انساها. تجي المن ما خذيناها عشان نجي نشرح. اجي المن العصب الطير اخوان، انا هسه من افرش الطيره اجي العصب الطير اشوفه هذا العصب قوي لو ضعيف. اهم شيء هذا العصب كل ما يكون قوي وعريض هاي تصير عريضه. يعني هسه شوف هسه هاي نقول اصبع من نوبات اصبعين كذا يصير قوي وعريض. هاي كل ما صار قوي وعريض يعني يعطي امكانيه قويه بالمطيار، بدل ما 7 ساعات يطير 8. عرفت شلون؟ فهنا أنا هسه هاي هذني العصب الكبر الكتف ذني كلهن من الاساسيات. بس ان شاء الله تطلع طياره يعني الامكانياتها بالمطيار ذني شي يطن قوه المطيار وقوه الذكاء الطير، لان ما ملعوب برسه، مو مثل فرضا هاي طيره ملعوب برسها ما تعرفها بعد، ما نعرفها ولا انا جربتها، فملعوب برسها داخله عليها دماء. فهنا الميدان هو يثبت عكس الكلام او
الكلام نفسه يعقده ظلت علمي. بس هذا بعد ما يحتاج، لأن هو كل المواصفات ذاك اللي كضيناه كل المواصفات به، أنت تقدر تزققه قبل، تقدر تجربه يلا تزقق. بس هسه هاي هنا لازم تجربه، خاف تتعب عليه كذا. ولا هو الطير بصورة عامة الفطرة مالته يطير، بس اكو به ما يطير. بس احنا ما ندور على يطير ولا ما يطير، ندور على اليمين، ندور على الذكاء، ذكاء الطير. هاي المواصفات ما يقول لك انا ذكي. لأن ليش ما يقول لك انا ذكي؟ لأن ملعوب بدماغه، ما جاي مثل ما يقول من طريق صحيح، من طريق سليم. طبعا هسه وقوف، خلينا نطلع لك طير ثاني. على محمد وآل محمد. طبعا يا اخوان الصلاة على محمد شيء ضروري جدا بحياتكم اليومية. شوف اي شيء لازم تصلي على محمد وآل محمد. الله يبارك لك بحلالك بحق محمد وآل محمد. رحمه الله عليك. طبعا هاي ساعة نحكي على طيرة، خافوا تقولوا لي يابا اكو طيرة عن طيرة تختلف. شوف هاي طيرة شنو منقارها مشهب، تمام زين. ترجع لذيلها ما لها متلمه صحيح، لأن الكماليات والجسم هنا. هاي الطيرة داخل على دماغها شنو؟ داخل على دماغها هسه هاي ما ظل سخي 100%. الدليل المنقار، لكن طول والجبر مال والشكل والهذا كله على سخي، بس اللون. ارجع للاساسيات مالتي. بروز العظمه هاي شوف 4 وشويه ونص اصبع، 4 شوف ونص اصبع. ذيك الطيره كانت 3 اصابع، هاي طيره 4. اجل الجور مالها، وهاي الطيره تريد تبيض، اجل الجور مالها شلون قافل. ذيك طببت الصبع كله بين الجور، صح لو غلط يعني، ولا اسف على الحركه يعني. الجور شلون هذا بيه قفله مالته، طيره وبيضه وطيره كبيره وما شاء الله. فهاي طيور يعني بيها المميزات والترتيب الحلو. ولو طيره حتى لو داخل على دماغها، بس شنو الدماء الداخل عليها؟ دعايل يعني داخل عليها يا اما جونسره يا اما كذا، يعني مو دماء ما معروفه. هذا هاي الجبرة المنقار مالتها، وهاي الشهاب هاي شلون كأنما رايحة على اليمن، رايحة على فاروق خان. المنقار أبيض وأجبر طويل، يعني شلون يقول لك مسلسل من عمه وخاله، رايح المن يعني الخال أصيل والعمام يعني والأبو أصيل. ايش راح تطلع لك؟ تطلع لك أصيلة، بس هي ما شاء الله كأنما سخي ما من عبد دماغها، وعليها المواصفات الكاملة منها. تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. طير ورسمته حلوة، شكله حلو، طبعا منقاره حلو. لكن هذا الطير هم ما نعرف اساسياته منين، تمام. اكو طير احنا نعرف اساسا، نقول نعرف ونقتنيه من اشخاص ما نعرفهم، فنقول ما نعرفهم، عرفت شلون؟ لكن نجي للاساسيات، المواري الاساسيه. المواري الاساسيه قلت لكم قوه عصب الطير. هذا قوه عصب الطير حلوه، امانه الله حلوه، وتجي تقريبا ما نقدر لان الطير وكح. على كل نجي لعظمه الصدر الاساسيه. صدره ولو هو عنده صدر مو عريض، صدره يعني كلش ضيق مو عريض. عظمة الصدر مالته بارزة حلو بروزته. نرجع للقياس 3 أصابع. شوف قياسه هاي خلصت عظمة يعني من الساعة شوف كم طيرة 4 أصابع طيرة مو فحل. ترجي منت شيرات ولو رجليه شوية عذرا يعني مو نظيفات، ولو هن كلهن ذني كماليات، يصير لازم الأسود، يكون الرجل سوداء ومحرشفة خشنة، رجله سوداء وخشنة. هسه هو سواته يعني لا بأس به، وكل ما يصير أسود أظافره سود. هسه هذا عنده أظافر بيض،
اسود اظافر اسود ذني منين يعني؟ اذا تلقى لك مواصفات كامله منقار اسود ضعيف عظمه صدر اكثر من 4، هذا معناته السخي ما طاب عليه دماء ابد من جوردري لحد اللي جاي صحيح. هسه انا اتكض واحد من ظافره كذا تقول لي يطير له ما اي نعم يطير، ليش ما يطير ويؤدي ويمكن يفوز، يعني كراسات مو جاي الناس ليش تكرس على مود يفوزون. بس انا جاي اقول لك شنو يا استاذ، اقول لك هذا الطير داخل على دماء غير دماء، مثل كاسوري مثل كنتيدي على تيدي اي داخل. ليش؟ لان اظافره ملونه، عظمه صدره مو كامله، هواي امور رايحه. لكن هي تقلل من مطياره الاداء مالته لا، بس انا اقول لك يا احتمال تقلل من ذكائه ومن نزوله. والله يبارك لك بيهم ان شاء الله بحق محمد وال محمد. اطيور بزن الزوج تقريبا يعني ان شاء الله يبارك لك بيهم. وذنيك طيور كلها الاربعه ذنيك طيور صاحيه ومرتبه، وان شاء الله ما بها اي عيب ان شاء الله، وبالعافيه عليك ان شاء الله. تحياتي لجميع قناتين، اذا نشر قناته او ما ينشر قناته بعد بقت يمه. هاي اذا عندك اي سؤال بعد انا بخدمتكم حاضر. عندكم اسئله ولا ما عندكم؟ هاي رحم الله والديك ومشكور ما قصرت. يا بعد عيني.